ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم محبي وعشاق مسلسل عروس بيروت. سنعرض لكم اليوم أهم أحداث الحلقة 38 من المسلسل، بحيث فارس يوجه تهديد القوية لأمير بأن تقوم بتسليمها للشرطة بتهمة محاولتها قتل والدته، وإلا فإنه سيخبر آدم بموضوع رسائل والدته. توافق أميرة على تسليم نفسها مقابل ألا يخبر فارس آدم بموضوع الرسائل، وأن يعطي عدة أيام لتجهز نفسها. فارس يعطي أميرة مهلة 48 ساعة فقط، ويتفق مع فارس بالالتقاء في الشركة بالموعد الذي ستقوم أميرة بتسليم نفسها للشرطة. ليلى تزور هادي بمنزله ويخبرها أنه عرض الزواج على عبير ووافقت، وتحاول ليلى ألا تجعل هادي يتسرع بهذه العلاقة، ولكنه يخبرها أنه يريد أن يبدأ حياة جديدة لوحده. تأتي والدة عبير إلى منزل عادل ويتفاجأ بهما، وتخبرهم أم عبير أنها ستقضي 3 أيام معه. أم عبير بمفاجأة والديها أنها وافقت على الزواج بهادي ويفرحان لها. تتصل ليلى على عادل وتعزمه هو وأم وعبير على العشاء للتحدث بتفاصيل المصاهرة. نايا تعلم من خالتها أن خليل كان يخونها مع منال، تعصب عليها لماذا لم تخبرها بهذا الأمر من قبل، حيث كانت ستعالجه في حينه. وتحاول نايا أن تحصل على معلومات عن منال من خلال الشركة. فارس وطلال يعثران على رجل كان بالسجن وتعاون بالسابق مع آدم، ويتفقان معه على إيصاله لآدم وأن يتعامل معه بالطريقة التي يريدونها بشرط ألا يقوم بإيذائه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.